ازيكم يا غاليين عاملين ايه؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. الواحد بيتفرج على ماتشات دوري الأبطال عشان يغسل نفسه من جوه. تحس إن دي نهاية الأسبوع، تيجي كده تمتع عينك بالكام ماتش بتوع دوري الأبطال. فيلا بينا نشوف اللي حصل. لويس إنريكي قدم عظمة تكتيكية قدام بايرن ميونخ على ملعبهم وسط جمهورهم. تقول لي ده كل الحوار كان واحد واحد، أقول لك ماشي، ما الكورة ما هياش بس جوان. ثم إن هما بيلعبوا بايرن ميونخ مش فارق عينه مكسور. ومع ذلك نزل لويس إنريكي بخطة ال4-3-3. كوسانوف في حراسة المرمى، رباعي خط الدفاع زائر إيمري باك يمين، قلبين دفاع ماركينيوس وباتشو، وباك شمال نونو مينديز. قدامهم ثلاثي الوسط جواو نيفيز وفيتينيا وفابيان رويز. والثلاثي الغني عن التعريف هجامين الفرقة ديمبلي وديزري دوي وجفارا. تبص على الخطة في بداية الماتش تقول هو ايه اللي جاب زائر إيمري باك يمين؟ هقول لك أنا، هو على الورق باك يمين ولكن بمهام نص ملعب عشان يعمل زيادة عددية ويسيطروا على نص ملعب بايرن ميونخ، وبالتالي يفسدوا أي هجمة بيعملها بايرن ميونخ في التلت الأمامي. خروج زائر إمري لنص الملعب غير الشكل الدفاعي لفريق باريس. اتحول ماركينيوس من قلب دفاع صريح إلى باك يمين وهمي. بالنسبة لنونو مندش أخد تعليمات دفاعية بحيث ما يعملش أي زيادة هجومية في التلت الأمامي من الملعب إلا لو ظروف الهجمة اضطرته لكده. وبكده باريس بقى شبه بيلعب بتلاتة في خط الدفاع، ماركينيوس وباتشو ونونو مينديز. طب بالنسبة للرباعي الموجود في نص الملعب هنرجع لهم دلوقتي، بس لازم تاخد في بالك حاجة، إن الجاب أو المسافة اللي ما بين نونو مينديز وكفاراتسخيليا كبر. فلازم نرحل لاعب من نص الملعب عشان يغطي المسافة دي، لأن كده كفاراتسخيليا هو اللي هيبقى اللاعب الشقيان في الجبهة الشمال، وهو أساسا شقيان لوحده مش محتاج وصاية. وده بالظبط الدور اللي لعبه فابيان رويز، وهو الترحيل على الوينج الشمال عشان يقوم بالأدوار الهجومية سواء في بناء اللعب أو صناعة الأهداف. ودي الأدوار اللي كان بيعملها نونو مينديز، وده كان واضح جدا في هدف باريس. كيفارا استلم الكرة، سندها لفابيان رويز اللي لعبها له في المساحة الفاضية. كيفارا قدر إن هو يتوغل لمنطقة الجزاء عشان يوصل الكرة الناحية التانية لعثمان ديمبلي عشان يسجل الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان. نفس النظام كان بيحصل على الجبهة اليمين، غالبا كان بيبقى ما بين عثمان ديمبلي وزائر إمري. طب ما سألتش نفسك سؤال، لما فابيان رويز كان بيرحل للوينج الشمال مين اللي كان بيقوم بأدوار الوينج اليمين؟ هنا يجي الدور اللامركزية اللي بيتبعها لويس إنريكي مع الثلاثي المقدمة. إما نلاقي عثمان ديمبلي هو اللي بيقوم بدور الوينج اليمين، وبالتالي ديزري دوي وجفارا بيضموا لقلب الملعب، أو نلاقي دوي هو اللي وينج يمين وعثمان ديمبلي هو اللي بيضم مع جفارا. كل ده بيمشي على حسب مجريات الهجمة. طيب في حالة لما باريس بتفقد الكرة، أكيد مش مستني أقولك إن هي بتمارس الضغط العالي على لاعيبة بايرن ميونخ عشان تجبرهم على تشتيت الكرة، لأن فعلا ده اللي كان بيحصل. لكن ثلاثي دفاع باريس المتقدم لنص الملعب كان ليه دايما الغلبة في الكرات الهوائية. طيب فينسنت كومباني اتصرف ازاي قدام الضغط العالي اللي بيمارسه لاعيبة باريس سان جيرمان؟ اعتمد على الكرات الطولية ووسع عرض الملعب عن طريق أوليسيه في الناحية اليمين وستانيزيتش في الناحية الشمال، وتحول لايمر من باك يمين عشان ينزل في قلب الملعب. كذلك بافلوفيتش اتحرر من كونه ارتكاز تاني جنب كيميتش عشان ياخد أدوار هجومية. وفي حالة الكرات الطويلة اللي كانت بتطلع من رجل أوباميكانو أو كيميتش أو جونو سانتا، كنا بنلاقي 4 لعيبة سواء لايمر أو جمال موسيالا أو بافلوفيتش أو لويس دياز اللي كان أحيانا بيقوم بأدوار تبادلية مع ستانيزيتش واقفين على حدود ال18 مع هاري كين. على الجانب الآخر لاعيبة باريس ما هياش محركات ديزل، مش هتفضل طول المباراة في التلت الهجومي عمالة تمارس الضغط العالي والهاي بلوك. أكيد لازم يريحوا في فترات المباراة. في الوقت ده لويس إنريكي لعب دفاع متأخر لو بلوك كل اللعيبة تحت الكرة بما فيهم ثلاثي الهجوم. فبدأ بايرن ميونخ يسيطر على نص الملعب، وبدل اعتماده في الخروج بالكرة على الكرات الطويلة بدأ إن هو يعتمد على التمريرات القصيرة. وده ادى فرصة لجمال موسيالا نشوفه في كام لقطة بيهدد مرمى باريس. وحاول أوليسيه إن هو يشوط بطريقته المعتادة من بره ال18، ولكن ما كانش فيه أي أخبار سارة في المعسكر البافاري، لغاية سوء تمركز دفاعي من نص ملعب باريس اللي تغافل عن مراقبة ألفونسو ديفيز اللي كان متوغل لقلب الملعب. بالمناسبة ده نزل بديل مكان ستانيزيتش. في الوقت ده اضطر ماركينيوس إنه يسيب هاري كين بدون رقابة
عشان يضغط على ألفونسو ديفيز ويفتك منه الكرة، ولكن التمريرة كانت بالفعل وصلت لهاري كين والهدف الأول لبايرن ميونخ، وصعود باريس لنهائي دوري الأبطال للمرة التانية على التوالي عن جدارة واستحقاق. أما بالنسبة للقطة الجدلية الخاصة بلمسة اليد فدي بتندرج تحت بند روح القانون وما بتتحسبش ضربة جزاء، خصوصا إن هي ما كانتش مؤثرة بالنفع على باريس سان جيرمان، ما منعتش هدف مثلا، ولا كانت مؤثرة بالسلب على بايرن إن هي ضيعت لهم هدف. وفي النهاية دي كانت مجرد رؤيتي بالعين المجردة. أتمنى اللي يشوف الفيديو يشترك في القناة، يسيب لنا رأيه في التعليقات، وما تنساش تدينا لايك، وأشوفكوا قريب إن شاء الله.